ما هو بصراحه يعني ما ينفعش في ماتش لبرشلونه من غير ما نتكلم على البابا هانز فليك. يا جدع انا مش عارف انت هتخليني احبك لغايه قد ايه. مش شوف انت مدرب غريمي بس والله بحبه، واحسن حاجه ان البابا بيحقق النجاحات دي كلها من غير ما يكون لامين يامال موجود في الملعب، عشان الفضل كله لما يتنسب للبابا، مش عشان لامين يامال نقدر نتكلم عليه ولا حاجه، ده في حته تانية، بس البابا بابا. يعني انا مش عارف يا جدعان، ده الفرقه اللي مستلمها السنه اللي فاتت اطفال خلاهم لعيب، ومش لعيبه بس، ده خلاهم نجوم كبيره قوي. طب نتكلم على مين؟ نتكلم على الفرقه كلها، عشان هو فعلا ليه بصمه على كل لاعب في الفرقه. تجيبها من ورا كده هتلاقي ايريك جارسيا، طور ايريك جارسيا، هتلاقي جيرارد مارتين اللي كانت الناس بتتنمر عليه وبتتريق عليه، بقى ليه وضعه دلوقتي في الملعب ولاعب تعتمد عليه. تيجي تشوف بلدي اللي في اخر فتره تشافي كانت الناس بتتريق عليه وبتقول لك هايبر اكتيف وما بيقدمش اي حاجه، شوف بلدي بقى عامل معاه ايه، شوف بلدي بقى عامل ازاي، والناس زعلانه ان هو مصاب وغايب عن الفرقه. تيجي لكاسادو، مستلم كاسادو ده لسه عيل ابن امبارح، مستلم ممكن يكون سعره 5 6 مليون، اهو دلوقتي شوف سعر كاسادو كام، ده سعر كاسادو ممكن يعدي على اخر الموسم 50 60 مليون.